من أحب الوصفات على قلبي الوصفات اللي بدون وقفة وبدون تعب وبتطلع بنتيجة مبهرة زي اللي انتوا شايفينها كده، وأحسن بكتير وطعمها رائع والدسامة كده باينة في طعمها، وقد ايه هي كريمية وباين ان هي لبن طبيعي بدون اي اضافات. يعني من الوصفات اللي انتوا هتعملوها على طول هي الجبن. هتتحط معاكم على طول في التلاجة، سواء جبنة قريش او الانواع كلها اللي في السوبر ماركت. هقول لكم كل حاجة وازاي عملتها بالتفاصيل، بس لو اول مرة بتشوفوني انا اسمي مريم ودي قناتي. لايك وشير للفيديو ده وكومنت حلو لما تجربوا الوصفة دي وتعجبكم. اول حاجه معايا جبت 2 كيلو لبن، وده مهم جدا ان انتوا تجيبوا لبن من اللبان تكونوا واثقين فيه، يعني واثقين ان هو مش مزود ميه كتير والدسامه فيه كده بخيرها، يعني اللبن يكون بخيره. مش مضاف له ميه كتير ومش هيطلع قشطه معاكم كتير لان ده هيأثر على الجبنه. اول حاجه معايا جبت 2 كيلو لبن، بس الحله ايه ما كفتهمش ال 2 كيلو، فتقريبا كانوا كيلو ونص اللي انا حطيتهم. وغليت النص كيلو ده كده يعني نشربه عادي. ده كده مش مغلي خالص، ده اللبن كده من اللبان مش مغلي خالص. حطيته في الحلة دي كانت سخنة، كنت حطاها على النار دقيقة كده او حاجة. الحلة سخنت او دفيت كده جامد. وبعد كده حطيت فيها اللبن قعد يوم كامل. يعني تقريبا 24 ساعة لحد ما بصوا عمل ازاي تماسك جدا. طلع لي طبقة من فوق كده، ادي القشطة بتاعته هي هطلعها، ده لبن زي ما انا قلنا مش مغلي خالص. وسبته بره كده في المطبخ، بما ان المطبخ دلوقتي دافي فسبته في المطبخ لحد ما تماسك معايا. وحطيت صبعي كده على الوش، لقيته خلاص تماسك، يعني هو ما بقاش ميه خالص. هزيت الحله كده هزه بسيطه، خلاص بقى متماسك. ممكن يقعد معاكم بقى يوم او اتنين او يوم ونص، يعني على حسب ما يقعد ويديكوا النتيجه اللي انتوا شايفينها دي. بعد كده شلت الوش بتاعه اهي ادي القشطه اهي بشيلها. وادي مصفى آم، تكون مش واسعه، الفتحات اللي فيها مش واسعه. ودي شاشة، حتة قماش كده شاش، عاملاها مخصصة للجبنة عشان لما اعمل اي جبن بستخدم دي. وهنزل بقى كل اللي في الحلة ده على الشاشة. بصوا ادي النتيجة دي، لما يديكوا النتيجة دي يبقى انتوا كده تمام. هصفي بقى المرحلة دي، هصفي كل المية منها. بصوا هي كمية كبيرة ازاي، هي هتصفي معايا على تقريبا 650 جرام من الجبنة. يعني الكيلو ونص لبن طلع لي 650 جرام من الجبنة. هصفي بقى المية كده، يعني هضغط شوية كده على الشاشة انزل كمية الشرش ده. طبعا مش برميه خالص، يعني انا مش بعمل معجنات اساسا غير بالشرش ده. بعد كده بيغنيني عن اللبن وبيديني نفس الطعم، وبيخلي بقى المعجنات قطنية وهشة وجميلة جدا. هفضي كل ما هصفي حبة شرش، وبعد كده هحطهم بقى في كيس وبشيلهم في الفريزر. صفيت كده اهوت بايديا حبة مية كده، بديت اضغط على الشاشة، نزلت حبة مية. بعد كده بأي حاجة تقيلة بقى عندكم تقدروا تضغطوا على الجبنة دي. يعني بصوا مثلا الفخار دوت عندي تقيل، فمليته مية وحطيته. بعد كده جبت حسيت ان انا عايزة ازود كمية تقل اكتر يعني، فحطيت اللبانة كده برضو مليتها مية وحطيت فوقيها الفخار عشان يضغط على الجبنة وينزل المية بتاعته كلها. بعد كده انا كنت عايزة اعمل جبنة براميلي. فجبت تمن بس، يعني قطعة كده، قطعة جبنة قد مثلا معلقتين كبار او 3 معالق من الجبنة. وحطيتهم في الكبة بتاعتي، عايزة اطحنهم كده، عايزاهم كريمية خالص خالص يعني. حطيت عليهم معلقتين 3 كده من الشرش على حسب ما تحتاج وتبقى ناعمة معايا، وهوريكم النتيجة بتاعتها. ادي حطيت حتة الجبنة. شوفوا بقى انتوا عايزين مثلا تحطوا انهي نوع جبنة انتوا بتحبوه وحطوه واعملوا فيه نفس الخطوات دي. اهو بصوا بقت كريمية خالص ازاي، انا عايزاها الدرجة دي. حطيت تقريبا 4 معالق كده من الشرش اللي نزل من الجبنة لحد ما ادتني النتيجة دي. وادي فلفل حامي متقطع
مش عايزينه تقدروا تستغنوا عنه، بس انا حبيت ان انا اعملها جبنة بالفلفل زي ما بنشوفها كده في السوبر ماركت. ممكن تحطوا أطعمة كتير، ممكن تحطوا بقى جبنة فيتا، جبنة تقطعوا قطع زيتون، يعني زي ما انتوا حابين. بصوا بقى، هي دي كمية الجبنة بعد ما المية كلها اتصفت منها. دي كده كمية الجبنة اللي اتبقت منها، صفت تقريبا 90% من المية، يعني لسه فيها مثلا 10%. لو انا ضغطت على الشاشة بزيادة هتنزل لي مية تاني يعني، بس انا استكفيت بكده عشان عايزاها فيها نسبة طراوة كده ومش ناشفة، عايزاها كريمية اكتر. دي القشطة اللي طلعت من اللبن اللي احنا طلعناها في الاول. دي خطوة اختيارية، بس انصحكم ان انتوا تضيفوها. يعني حطيت معلقة كبيرة كده مليانة على الكمية دي. وادي الجبنة اللي انا عملتها في الكبة، حطيتهم على الجبنة بتاعتي عشان تديني الطعم اللي انا عايزاه، اللي انا اوصل بيه لنفس الطعم بتاع السوبر ماركت بالظبط. واحلى كمان، اوعدكم ان هي تبقى احلى كمان. ماشي. هحطهم بقى في اي حاجة عندي في العلبة بتاعتي مثلا. هنقلهم كده في العلبة واقلبهم كويس، واحط نسبة الملح اللي انا عايزاها، واظبط بقى الملح ان انا ما ازودش ملح ولا اقلل ملح، يعني عايزينها ملح معتدل. تقدروا تدوقوها وتظبطوا الملح بتاعها. يعني مثلا الكيلو ونص ده خد مني معلقة صغيرة بس، تكون مليانة سيكة كده من الملح. وراعوا برضو ان انتوا حاطين جبنة عليها ملح، ولسه هنحط فلفل حار يعني، فما تزودوش الملح. دوقوها وشوفوا عايزين ملح تاني ولا لا. بدل الفلفل ده ممكن تقطعوا قطع زيتون وتقلبوها كده مع الجبنة، تبقى جبنة بالزيتون برضو بتتباع، بتبقى طعمها جميل جدا. آم، جبنة الاسطنبولي، جبنة البراميلي، جبنة اي جبنة انتوا حابينها. مش حابين تضيفوا عليها اي حاجة تسيبوها كده، وهتبقى احلى جبنة قريش في الدنيا وبرضو كريمية وتحفة. هنا بقى قلبت كل حاجة. الجبنة اللي انا حطيتها عليها، حطيت معلقة قشطة كده تكون مليانة، ممكن تحطوا معلقتين براحتكم، ممكن تحطوا كمية القشطة كلها يعني، براحتكم خالص. كل ما هتحطوا القشطة ديت برضو هتساعد ان هي تكون كريمية اكتر ودسمة كده، وطعم اللبن غني قوي فيها يعني. سويتها، وبعد ما حطيت عليها الفلفل من فوق، فقلبتها تاني، قلبت الجبنة اللي في العلبة دي تاني كده، قلبتها بره. وحطيت كيس عشان اعرف اطلع منه الجبنة بسهولة، يعني حطيت كيس في العلبة، وبعد كده نزلت عليه بكمية الجبنة عشان لما تتماسك في التلاجة اقدر اطلعها بسهولة من الكيس، وهوريكم دلوقتي انا قصدي ايه. نزلت بقى بكمية فلفل اللي انتوا حابينها، ده حار حار يعني مفيهوش كلام. كان حامي جدا. ف فلو مش حابينه تقدروا تستغنوا عنه. بس هي بتتباع كده زي ما انتوا بتشوفوها، بتتباع عليها الفلفل الاحمر والاخضر، بيبقى مديها كمان شكل حلو جدا وطعم كمان يعني. كان حقيقي طعمها تحفة. بصوا اهي، باين طبعا ان هي كريمية جدا، مش ناشفة خالص يعني. بصوا اهي، بعد ما قلبتها وحطيت كيس كده في العلبة علشان اعرف اطلعها منها بسهولة لما تتحط في التلاجة واجي اطلعها تاني. طلعتها بقى كده خلاص من التلاجة، قعدت يعني كام ساعة كده لحد ما تمسكت ونقدر ناكلها بسهولة. تمسكت بقى كده خلاص. بصوا، ده كان قصدي ان انا اقدر اطلعها كده من الكيس بسهولة، واقدر كمان اقطعها لو حابين يعني. بصوا شكلها بقى ولا طعمها، بجد اوعدكم ان انتوا هتاكلوا جبنة طعمها رهيب بجد يعني. وكمان بالفلفل ده مديها طعم رهيب. وزي ما قلت تقدروا تضيفوا اللي انتوا حابينه مكان الفلفل ده، لو مش عايزينها تكون حراقة قوي كده او حامية قوي كده. بصوا، بتتقطع معايا يعني، او باين جدا جدا ان هي مش ناشفة خالص. وده نتيجة الفيديو بتاع النهاردة. بصوا، لو قلبتها على الناحية التانية، انا برضو كنت حاطة الناحية التانية فلفل برضو متقطع.
وبس كده، ده فيديو النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم وتعملوا لي لايك للفيديو الجميل ده وسبسكرايب للقناه ولو لسه ما عملتوش سبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل وصفه جديده بنزلها هنا على الجروب. واشوفكم بقى في فيديوهات تانية كتير جدا.